السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا نزلت القايمه بتاعت نادي الزمالك لماتش ديكي ضاها الصومالي. طبعا ماتش المفروض في المتناول وسهل وعلى الرايق ونجهز بيه الفتره اللي جايه في الدوري، لان الماتش سهل 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 يعني مش فاهم، ما فيهوش نقاش، فاهم؟ رغم ان احنا عندنا 8 لعيبه مش هيبقوا موجودين في الماتش، وتمن لعيبه تقال، تمن لعيبه حمل. المفروض الفتره اللي فاتت دي كانوا كلهم يعتبر اساسي، كلهم موجودين في الملعب. بتتكلم على ناصر منسي اصابه، بتتكلم على عودي اصابه، بتتكلم على محمد شحاته تاهيل. الراجل نفسه يرجع، عايز ينزل الجهاز الطبي لا يعني صابرين شويه، اصبر يا شحاته عشان تبقى احسن، وخصوصا الماتش فعلا يعني المفروض اللي هو مش مستاهل، يعني المفروض اللي انا مش مستاهل اللي انا جازف بشحاته. ادم نفس القصه تاهيل. دونجا اجهاد عضلي، عبد الله السعيد اجهاد عضلي. يعني دونجا وعبد الله الفتره الاخيره دي اصلا الاثنين متالقين، الاثنين يعتبر اللي ماسكين الفريق. بنتايج فني او فلوس الله اعلم بقى، يعني هو طالع مكتوب جنبه ايه؟ فني. لكن هو الله اعلم فني ولا فلوس، دي بقى ايه هنعرفها الفتره اللي جايه. طبعا المهدي سليمان نفس القصه. تيجي بقى نتكلم على تشكيله نادي الزمالك المتوقعه في مع الغيابات اللي انا قلت لك دول، 8 لعيبه، 8 لعيبه تقال. بس لما تيجي تتكلم على التشكيله هتحس لحد ما لا انا برضو واقف على رجلي وحلو ولاعب اي حد، اي حد حرفيا بالفريق ده. الفريق ده مش ناقصه غير استقرار، الفريق ده مش ناقصه غير استقرار، وخصوصا المادي. يعني هما اللعيبه دي كلها محتاجه اللي هي تبقى مرتاح شويه ماديا، بقى فلوسها بتتاخد. لان انا هقول لك على تشكيله دلوقتي انت هتحكم. في حراسه المرمى صبحي، فتوح، حسام عبد المجيد، جنبه في الغالب هيرجع الونش، وعندك محمد اسماعيل، وعندك مصدق، جنبهم عمر، قدام احمد ربيع. الراجل ما شاء الله اخر ماتش كان موجود فيه كان كويس. احمد حمدي اكيد هيلعبوا الماتش دوت، ناصر ماهر، شيكو، خوان، عمرو ناصر. فالتشكيله لحد ما ممكن تكون دي المتوقعه اللي هي تبقى بكره، يعني انا شايفها كويسه. يعني لما تتفرج على التشكيله لا التشكيله مش وحشه. وفي احمد شريف برضو بره، وفي معالي بره، يعني عندي برضو ناس في موجوده بقى، برغم اللي انا عندي 8 لعيبه يعتبر يا اساسي يا بينزل دايما بديل. اصابات ومش موجودين في القايمه. فالفريق ده يعني فعلا زي ما قلت لك محتاج بس نصرف. والله العظيم الناس دي محتاجة تاخد بس فلوسها وتبقى هادية وركز بقى في الملعب. هتلاقي موضوع مختلف، لان انا عندي فريق فعلا قوي وفريق كويس جدا. بس ما لازم يبقى في حاجة ناقصة. ان شاء الله خير، وان شاء الله الفترة الجاية دي تبقى خير. ماتشين دول المفروض استعداد للدوري، لان الدوري السنة دي قوي. الدوري السنة دي محتاجك يبقى نفسك طويل. الدوري السنة دي احنا يا قاتل يا مقتول عليه. ما هو ما ينفعش ما بقاش في افريقيا السنة الجاية. الموضوع ده بالنسبة لنا يعني كابوس، كابوس حرفيا. فان شاء الله يبقى زي ما بقول لك، الفترة اللي فاتت كانت فترة راحة، فترة طويلة، وانت مش هتلعب الدوري، هتلعب كونفدرالية. ماتشين سهلين. لكده الصومالي هتلعب هنا الماتشين في القاهرة وفي السلام. فالعملية رايقة زي ما بيقولوا. فإن شاء الله خير، وإن شاء الله يا رب يا رب نعمل نعمل حاجة السنة دي. يا مساء الحال، أول مرة تشوفنا متنساش تعملي فولو وقولي رأيك في الكومنتات، وأحلى مسا عليكم.